اكتر فيونكة عايزينها دلوقتي في الكريسماس، بس مش هنستنى شيئا، فهقول لكم ازاي عملتها. قصيت من القماش مقاس 25 في 40. مش هنحتاج حاجة تاني مع القماش غير خيط وابرة، وبدأت اخيط الجزء ده. بعد كده قلبته على الجنب التاني علشان الخياطة تكون من جوه، وجزء الخياطة اللي من بره كويته علشان يكون مفرود اكتر. وبعد ما طبقتها بالشكل ده خيطت الجزء اللي في النص، نقعد نطبقها كده من النص او نكرمشها كده وهتدينا شكل الفيونكة. بعد كده خيطها في بعض، وبعدين جبت قماشة تانية مقاس 40 في 40 وقلبتها تكون مثلث، وخيطت الجزئين دول وسبت حتة من فوق علشان اعرف اقلب منها لما اخلص خياطة للجنب التاني. وبرده مع شوية كرمشة كده من نص المثلث هيطلع لنا الشكل الفيونكة من تحت زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنخيطهم، بعد كده نجيب الفيونكة اللي عملناها في الاول ونخيطهم برضو في بعض. وبعدين جبت قماشة، بصراحة ما حددتش مقاسها بالظبط، بس يعني حاجة صغيرة كده، خيطتها برضو زي اول قطعة، ودي بقى اللي هتغطي كل حاجة. خيطتها من ورا، وبعد كده قصيت الزيادة وجبت الكليبس دول علشان يبقى خلاص بقى انا عاملاها كأني شارياها بالظبط، مش شغل اي كلام يعني. المهم لزقتها بالشمع وكده، يبقى خلاص خلصنا اول واحدة. والتاني واحدة عملتها سودة في شكل تاني اللي هو فيه فيونكتين فوق بعض، ده هتعمله بس فيونك اصغر وتثبتوها على التانية. ودلوقتي وقت ان انا اجربها على شعري، بصراحة عجبتني جدا جدا، كمان مع طول شعري ممكن تكون بالنسبة لكم كبيرة شوية، فلو حابين تصغروا الحجم هتغيروا المقاسات بس مش اكتر. وبس كده.